أعزائي متابعي مشاهدي موقع أوان مصر في كل مكان، معاكم في لايف جديد من محافظة القليوبية. معانا النهاردة ست، بمعنى كلمة ست، الستات اللي بيتم الاعتماد عليها، الستات الجدعة، اعتدنا عليهم خلاص. معانا النهارده ام محمود الشهيره بعسليه في سوق بنها بمحافظه القليوبيه. جوزها توفى وساب لها 5 اطفال، ما فيش دخل ثابت، ما فيش اي حاجه. قررت انها تنزل وتشتغل. الاول بدات من انها كانت بتبيع عسليه، لحد ما شويه شويه بقت تبيع فاكهه زي ما احنا شايفين علشان تصرف على عيالها ال5. الحمد لله دلوقتي كبروا، وفي منهم اللي بيساعدها. اهلا بحضرتك، عرفينا بنفسك بقى، علي صوتك. ام محمود. ام محمود، قولي لنا بقى، عندك كام سنه؟ عندي 42 سنه. عندك كام طفل؟ 5. اعمارهم ايه؟ اعمارهم في 20، في 17، في 12، في 8، في 6. جوزك توفى من امتى؟ له 9 سنين. 35. توفى 70. 50. ايه سبب الوفاه؟ سكتة قلبية. وكنت بتشتغلي قبل ما يتوفى؟ كنت بتشتغلي ايه؟ بتبيع برضه معايا. كنت بتبيعي معاه. طب بعد ما توفى بقى نزلتي ازاي لوحدك؟ يعني انت مثلا كنت متعوده انك تنزلي معاه، بعد ما توفى بقيتي تنزلي انت لوحدك. امال اعمل ايه؟ لازم انزل اشتغل عشان اكل ومصرف عليه. طب كنت بتتعاملي معاهم ازاي؟ هم 5، مش شويه صغيرين يعني، كتير برضو. ربنا بيقوي ويعاون. وانت قلتي لي ما كانش عندك دخل ثابت. الحمد لله. ربنا بداتي تجيبي بضاعه ازاي بقى؟ يعني احكي لي الكلام ده. حاليا. كنت بتنزلي من الساعه كام؟ الساعه 8 7. ماليش مواعيد. 8 ساعة. قلت لي كده، قلت لي ساعات كنت بتباتي بالشارع. والاولاد؟ معلقه في البيت. كانوا لوحدهم في البيت؟ طب كنت بتعرفي ازاي تاخدي بالك منهم وتعملي لهم اكل وانت اصلا من الساعه 7 الصبح بره؟ لا. كنت بعد ما كانوا صغيرين كنت باخدهم الاول معايا، لما كبروا بقى قعدتهم في البيت. دلوقتي حد فيهم شغال وبيساعدك صح؟ محمود. شغال ايه؟ في القهوه بكاش. كنت بتباتي في الشارع لوحدك، ما حدش كان بيضايقك؟ ما اللي معاه ربنا ما يخافش من حاجه. يا باشا. هي يا حبيبي. كم اخوك ده سكر ولا بكام؟ 50. وده العنب 35. طول ما انت معاكي ربنا وقلبك جامد تنزلي في اي حاجه. محدش كان بيضايقك؟ لا لا، الناس كلها متعاطفه معايا، والناس كلها كويسه، والناس كلها حلوه معايا. مفيش حد معاه بروه هنا؟ بالك قد ايه شغاله هنا في سوق بنها؟ بقالي كتير. كتير قوي. مرتين. اتمرمطتي انت بعد الحمد وفاتك؟ لله الحمد لله. كبرتي عيالك الحمد دلوقتي. الحمد لله. نفسك في ايه بقى؟ نفسي يبقى احسن حاجه. اتمنى انه ما يشوفش اللي انا اشوفه. دي كان سايبها في بطني وتوفى. يعني انت كنت كمان حامل وبتنزلي تشتغلي؟ كنت حامل في ديك 3 اشهر وتوفى. طب هو ما كانش ليه اي مصدر دخل ثابت صح؟ ولا معاش ولا اي حاجه، ولا تامين ولا اي حاجه، عشان على المعاد بتاع اللي هو الحرام. نزلتي بعد قد ايه من وفاته؟ على طول. ايوه على طول نزلت على طول، ما عادش. نزلت على طول. اجيب الريحه. اجيب لك قد ايه؟ ام محمود الشهيره بعسليه، قاعده في سوق بنها محافظه القليوبيه. جوزها توفى وساب لها 5 اطفال، وكانت هي حامل في اخر بنوته. قررت انها تنزل وتشتغل وتعتمد على نفسها وتصرف على ولادها، رغم ان ساعتها الظروف كانت صعبه لان ما كانش في اي مصدر دخل، ما كانش سايب لهم اي فلوس. جوزها توفى بسبب سكته قلبيه، وكان عندها 5 اطفال، كانت لسه حامل في اخر بنت. اشتغلت ونزلت، وكانت تصحى من الساعه 7 الصبح. في ايام مرت عليها وهي بتبات في الشارع. انت قاعده في سكن ولا سكن؟ كنت بتدفعي ايجار الاول ازاي بعد ما مات؟ بيساعدوني ناس وربنا بيقوي. نصيحه اخيره بقى. يا رب طول ما معاكي ربنا ما تخافيش من اي حاجه، وربنا ساندك في كل حاجه، وربنا بيديك رزق ولادك. ما تقوليش يا رب، ما تقوليش يا عبد. العبد ملوش لازمه، ربنا هو كله، هو اللي بيقاوم، هو اللي بيعين، هو اللي بيسد اللي عليك، هو اللي بيسندك، هو اللي بيقويك، كل حاجه. قولي يا رب. وربنا يا رب يجعل لي الناس الكويسه والناس الحلوه تقف جنبي، ولاد الحلال.
والله العظيم 3 وحياة ربنا ناس من يعني يقول لك مش من دمي، والله ناس غرب واقفين جنبي. طب واخواتك فين اخواتي واهلك؟ رزق على الله، ارزاقيه على الله. 250 ارزاقيه، انا اخواتي ارزاقيه. اقعدي. اخيرا بقى نفسك في ايه بعد العمر ده كله من الشقه والتعب نفسي ولادي والمرمطه؟ يبقوا عايشين حاجه حلوه واشوفهم احسن ناس واشوف الدنيا في حلوه. بنوته عندك في ثالثه ثانوي اهي كان نفسها تدخل طب صح أه. ولا؟ ربنا يوفقها يا رب. قد ايه؟ قد ايه يا ماما؟ كيلو يا حبيبتي. ما تقوليش يا رب، ما تقوليش الا يا رب، ما تقوليش يا عبد. ربنا يوفقك يا رب. ايه بقى يا ونصيحه للستات بقى اخيرا. اقول لها الجوز هيموت ما تتجوزش، تبصي لاولادها وتعيش حياتها وتبصي لاي حاجه، وربنا اللي يرزقها. والله ربنا اللي بيرزقها. شكرا يا ماما. أعزائي متابعين مشاهدي موقع أول مصر في كل مكان، كنا معاكم محافظة القليوبية مع أم محمود الشهيرة بعسلية فرشة في سوق بنها بمحافظة القليوبية. بتبيع دلوقتي فاكهة، الأول بدأت بعسلية لحد ما شوية شوية بدأت تبيع فاكهة عشان تربي عيالها. عندها 5 أولاد، في بنت منهم في ثالثة ثانوي. ربنا يوفقها يا رب وتدخل اللي نفسها فيه. مامتها نفسها تشوفها دكتورة، فربنا يحقق لها الرغبة دي. شكرا لحسن متابعتكم.